السلام عليكم. شنو هما المراحل اللي كيدوز منهم اي بروجي جديد غادي يتلونسا ديال السبرديله؟ مثلا شي كوليكسيون جديده، شي ماركه. يعني هذه الطريقه اللي غنشرح لكم دابا بالتفصيل، يعني طريقه كيخدموا بها جميع الماركات يعني المعروفه عالميا ديال الصباط. كيدوز من مراحل، وهاد المراحل بحال قلتي قواعد اللي ضروريه في اي بروجي غيتلونسا. باش كنبداو بالفكره اللي كتجي من عند الستيليست مصمم. كتجي الفكره كدوز مثلا كتجي عباره عن واحد ديسان في ورقه ولا بروتوتيب مصوب 3 دي بلوجيسيال. كتجي لواحد لو بيرو كيتسمى لو بيرو ديتود. هذاك لو بيرو ديتود شنو الدور ديالو؟ هذاك لو بيرو ديتود بحال قلتي هو اهم مرحله في واحد في لا كرياسيون ديال واحد الصباط ولا سبرديله، لا من ناحيه الجوده لا كاليتي، لا من ناحيه اختيار المواد الاوليه، لا من ناحيه ديال كيفاش غنصنعوا هذاك لو برودوي. نعطيكم مثال المراحل اللي كيدوز منه. المرحله الاولى ملي كيجي داك لو ديسان كنبداو كنقلبوا على لا سوميل. يعني واش لا سوميل غادا تصوب من الزيرو من جديد كيتصوب ليها المول، ولا كنشوفوا اون سوميل اللي ديجا اكزيست كاينه عند لو فابريكون ديال لي سوميل. ها الاولى. من بعد كنكرييو لا فورم، هاد لا فورم هادي اوكي. من بعد المرحله الثالثه كتجي ديسان سور فورم، يعني كنخدموا على هاد لا فورم كنغلفوها كنديسينيو دوك لي لين اللي جاونا من عند ستيليست. هنا في هذيك في الديسان وفي لو شوا ديال لي ماتيير راه كنكونوا كنديروا واحد العمليه اللي كنقدروا حنا نصححوا الفكره اللي عند الستيليست. مثلا واحد لا لين دارها ستيليست ما يمكنش تغياليزيها، ما يمكنش تصوب، ولا صعيبه ولا غادا تجي غاليه. يعني كيكون واحد الحوار ما بين هذا الناس ديال البيرو ديتود و لو ستيليست باش كيحاولوا يسامبليفيو هذيك الفكره ويلقاو ليها الحل بلا ما يبدلوا لاسبي فيزيوال، يعني الشوفه المنظر ديال التصميم اللي خرج هذاك الستيليست. ملي هاد المرحله ديال ليتود اشنا هي؟ ملي كنختاروا لي ماتيير كنديروا ليهم لي زيسي. يعني الجلد خصنا نشوفوا هذاك الجلد واش كيطلق، واش كيتهرس، واش غادي يخدم لينا لهذاك النوع، حيت الجلد ديال الصباط كلاسيك ماشي هو الجلد اللي كنختاروا للسبرديله، والعكس ماشي هو اللي كنختاروا للصنداله، والعكس. يعني كل ارتيكل عنده لي ماتيير ديالو. الدور ديال البيرو ديتود هو كيدير واحد الجرد ديال اختيار ديال المواد اللي غنبداو به هذاك البروجي تكون صحيحه، كتضمن لا كاليتي وكتضمن لينا لاسبي فيزيوال بان داك الديزاين اللي جانا من عند ستيليست غيكون قريب الحقيقه غادا تكون قريبه للديزاين. ها الاولى. المرحله الاخرى كنديروا حنا اختارينا لي ماتير كنديروا لي زيسي ديالاش، كنخيطوا كنفصلوا كنخيطوا كنمشيو لا بارتي ديال المونتاج. ملي كيتمونطا كنمشيو للديكولاج، يعني كيفاش هاد النوع ديال هاد لا ماتير اللي دارت يعني في لا سوميل اللي كاينه في لا سوميل واش غادا توالم لا ماتير اللي عندنا في لاتيج الفوق، باش نشوفوا لو تريتمون اكزاكت اللي غادا تعطينا واحد الكولاج. ما يكونش عندنا مشكل في الديكولاج تصب الشتا يتحل، تضرب مع شي حاجه يتحل. لا، كيكون عندنا واحد ليتود ديال هاد لي برودوي اللي غنستعملوا باش نلصقوا باش نضمنوا واحد الجوده. دائما كنبقاو حنا هنايا في البيرو ديتود. من بعد كنغياليزيو واحد لو بروتوتيب. هو هذا دابا، هذا واحد ديزاين اللي صوبتو انسبيريت من البلغه. صوت البروتوتيب الاولاني كتسمى اسي دو شوسون، اللي كنحاول ما امكن نختار فيه المواد اللي غتضمن ليا لا كاليتي، السوميل، لا كول، وكندير ليسي دو شوسون. يعني خصني نلبسها ونسيها واحد اون سومان 10 جور،
نتمشى بها باش نقدر نضمن ان من بعد لا فابريكاسيون ملي غنلونسي لا برودكسيون نبدا نصيفط للناس لي برودوي ديالهم، نكون انا ضامن واحد لا كاليتي اللي كنقلب عليها انا. واش باغي اود كام ضروري خصني كيف كيقولوا اختيار المواد وهذا، ونكون دقيق في جميع العمليات. شي حاجه اللي موين كام وهذا مع كتميك، وهذا هو اللي شائع دابا عندنا تقريبا في المغرب. هو الفرق ما بين المغرب وما بين هنا في اوروبا ولا هنا في ايطاليا. هاد المراحل اللي دويت عليهم ما كيعطوهمش اهميه، ما كيديروش ليتود، وهذا هو اللي كيدير الفرق. حيت الفرق دابا العالم كامل كيقدر يصوب الصباط، كيقدر يصوب السبرديله، ولكن شنو الفرق ما بين السبرديله كاليتي والسبرديله ماشي كاليتي؟ هو ديك التفاصيل الدقيقه، هو داك لي ديتاي. يعني كل حاجه كنختاروها ملي كنبغيو نصوبوا برودوي اود كام كنختاروها بعنايه، من الخيط، من لي زاكسيسوار، من لاسي، من لاموس اللي كنديرو هنا، لاموس اللي كنديرو هنا، من الفراشه، اشنو من السيستم اللي غنديرو، اش من تقنيه غنديرو في المونتاج، واش ستروبيل، واش مونتاج عادي، واش البروميير ديال المونتاج اللي غنخدموا عليها، واش كوير، واش كارطون، واش شي ماتيير تكنيك. يعني هاد لي ديتاي هما اللي كيديروا لينا الفرق ما بين برودوي دو كاليتي اللي كيخدموا به الماركات الكبار، وبرودوي اللي غير سميه، هذا عدي كيضرب واحد العام 6 شهور هذا وصافي كيموت، ولا عشويه كيبدا يديفورنا. المهم حاولت انني نوضح لكم ونشرح للناس، بيتيت حتى الناس اللي في الدومين يقدروا يفهموا ويقدروا يستافدوا من هذه المعلومه اللي كنخدموا بها حنايا دابا، وهي اللي موظف انا في هذا البروجي اللي خدام عليه. يعني البيغ ديتود كنديروا ليسي وكنجربوها، كنمشيو دقه دقه الى كلشي كان مزيان، كندوزو للمرحله ديال التصنيع. هذه المرحله حتى هي عندها واحد بزاف المعلومات. غادي نختار الوقت وغادي ندير لكم واحد لا فيديو اللي غادي نبارطاجي معكم كيفاش ملي كان صافي كنكملوا ليسي تشوسون صافي كنقتنعوا 100%، كندوزو للمرحله ديال التصنيع. شنو هو اللي خاصنا نديرو باش قبل ما ندوزو للتصنيع باش نضمنوا واحد لا كاليتي، حيت كنوليو خدامين في كونتيتي كبيره. يعني حنا هنا خدامين غير في اون بير وحده، من بعد نقدروا نخدموا 100 بيره 200. هنا كاينين بعض الشروط اللي خاصنا نتبعوهم باش نضمنوا ان هذيك 100 بيره غتخرج كلها بحال بحال، وغادا تخرج كلها كاليتي، ماشي حتى نفصلوا نقردوا الجلد ويخرج لنا شي عيب. نتمنى نكون توفقت باش وصلت هذه المعلومه، وجايين معلومات اخرين، ما تمشيوش بعيد.